الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بالدين القويم وما جاء في القرآن المبين وسنة خير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فموضوع خطبتنا اليوم معاشر المسلمين يدور حول هذه الآية. فهذه الآية الكريمة يقول ابن كثير رحمه الله تعالى إمام المفسرين، يقول الله تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه، فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي ذنبا ومقتا، ذنبا عظيما وساء سبيلا، أي بئس طريقا ومسلكا. ولخطر الزنا عباد الله فقد جاء الوعيد الشديد لمن وقع في هذه الفاحشة الكبيرة من كبائر الذنوب بالعذاب الأليم في نار جهنم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عقاب الزناة فيما رآه في يوم المعراج، حين أتاه ملكان وجاء في قوله صلوات ربه وسلامه عليه: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا. وفي رواية: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فأطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق. وفي رواية أخرى: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور هم الزاني والزنات. ومن أدلة قبح هذه الفاحشة النكراء أنها قرنت بالردة في الحديث، عندما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. والحديث عند الشيخين. وجريمة هذه الفاحشة النكراء عباد الله أن المؤمن عندما يزني لا يزني وهو مؤمن، أي أنها تنفي موجب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أن الإيمان يرفع منه، والعياذ بالله. وجريمة هذه الفاحشة أنها تكون أشد جرما عندما تكون بين الجار وزوجة جاره. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، ولأجل خطر هذه الفاحشة فقد نهانا ربنا تبارك وتعالى عن كل وسيلة يؤدي إلى فعله أو الاقتراب منه، كما قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. عباد الله، وأسباب هذه الفاحشة كثيرة، ومن ذلك التساهل في إطلاق البصر والنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين، قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فقال سبحانه وتعالى بعد هذه الآية مخاطبا بنات المؤمنين: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفي هذه الآية الكريمة قدم الله سبحانه وتعالى غض البصر على حفظ الفرج، لأن النظر هو بريد الزنا. قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، متفق عليه. وصدق القائل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يجب عباد الله أن يحذر المرء من مشاهد الصور وإلى ما حرم الله تعالى في جميع أنواعها. ومن ذلك كذلك تبرج النساء، أي من الأسباب والدواعي إلى الفاحشة تبرج النساء والتهاون في الحجاب. فالحجاب للمرأة المسلمة صمام أمان عباد الله، وهو كذلك صمام أمان للمجتمع. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وفي هذه الآية الكريمة أن الله نهاهن من تبرج الجاهلية، وذلك بإظهار محاسنهن كالوجه والرأس والعنق والصدر والذراع وغير ذلك كالساق، لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة بالنساء. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء، فقال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. وجاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فخضوع المرأة في القول وتميعها في الكلام مع الرجال فإن ذلك أيضا من أبواب الفتنة. لذلك قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا نهي لنساء النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات، وهذا الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين الطاهرات. فكيف بنسائنا اليوم
وهن أولى بهذا الخطاب من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الفاحشة الخلوة بالنساء. فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة أي إلى الحج، واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الصحابي أن يتخلف عن الجهاد ليحج مع امرأته، وهي امرأة صحابية من الفاضلات السابقات. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: فيه منع الخلوة بالنساء الأجنبية، وهذا بإجماع المسلمين. وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. والحديث رواه الإمام أحمد. عباد الله، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله، لقد مدح الله المؤمنين فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون. ثم ذكر من صفاتهم، أي من صفات المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. عباد الله، رب سبحانه وتعالى صفه من توتا ويتدبت خيساف أمة نبي محمد رب سبحانه وتعالى ويتفارسوا إسان: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ربي ونن جو ونئسن الرجال أمتا تاتنيف أمني محمد، ونئسن الرجال أمتا تاتنيف، ون رب سبحانه وتعالى برد سدركار قدنين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. سبب إسن همتتي خيرتي ولا يجني هم ترى والبرقتني في إيجاد رب سبحانه وتعالى. رب صفة من تودا ويتدبد صورات باخيست: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قالت ولا جدنيتي ورم من تودا ديراتي في دبرتون مؤمن تودا قالت ولا جدني هم ترى والبرقنية أمو فالان خنا صفة ور منافقاتي إسان أمو يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف دي ربي سبحانه وتعالى. خيرتي وللجني همتتي ولجن دي ربي سبحانه وتعالى صفة ور منافقات بتجد. إذن ون ربي نجاء التنباس، ون ربي قرتيت إتات ربي جرأت النجابان هم ترى والأرغو في خيرتي ولجن. فمن ذلك خيرتي ولجن راهي نملي قرتيت نصيحة والإفدام، نما هم الرجل قرتي خراب ريدا والقرسيسون نصيحة راهي خيرتي ولجن راهي هم ترى والأرغو راهي نما خراهن تاني ديمو
خراب ريدا غرسيسون نما غرتي قلتي عملها ماتو اكا اني عملته غرتي نصيحه موفين نما غرتي معصيه حجته اكا اني معصيه رادورغم نصيحه اسافياتون اسباب نجاة تنبانو يتهبات تكون فتنه في الارض وفساد كبير يهم ترى والدورغوات يونما ظالما هركسا قبدني ظلم الردورغوات يونما غرتي ظلمي دلغو هركا إسا قبدني ظلم الردورغوات تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فمن ظلمي الراهي قبر تلبو في ميدون عباد الله ربي صفه من توتا ويتدبة فارسي قد أفلح المؤمنون مؤمن توني وملكاه يا ربي سبحانه وتعالى مؤمن توني خمين والذين هم لفروجهم حافظون والرقرتي سال ساني تيسن والرقرتي فروج ساني إيقة والرناموس ساني تيفة وملكاه يا ربي سبحانه وتعالى والرمؤمن توتا فرس إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم دبرتوتا ساني رت ملي نيتي إساني رت ملي ورقرتي سال ساني تيسر وملكاهيجي ربي سبحانه وتعالى فرزم من توت فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون نمني قرتي وانسان حلالته تنبرا أتشدبري فمن ابتغى وراء ذلك نمني قرتي جارتي إسابرا أتشدبري هم تودلقي فأولئك هم العادون سنجردان قا ربي جبسي والرسير ربي تركان فتيه يا رب سبحانه وتعالى والرمؤمنا والرسال سانيتي فتندمرتو ساني رتمالي فارسيتي والرخاني والردان قا ربي جبسي يا رب سبحانه وتعالى ربي ويتدبت قرآن خيست فاحشا هجتو همتو إسيرا همتو هندلقنا هنجن ربي سبحانه وتعالى بل اتبياتنا ننجي ملك معرف إنه كان فاحشة وساء سبيلا إسيتو همتو أكام فكتو خران إسن نمجيس اللين خرا فكتا تناف رب سبحانه وتعالى درا خرو مقرتي وان فكتو نمجيس خنا إرى دني نيجو خلاف واني إرى هاسفنو خيرتي ولججو هم ترى والدرب طيب ربي سبحانه وتعالى قرآن غيزت إنه كان فاحشة وساء سبيلا ننجي ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير بالكمال آية تلويته خوانجي ربي سبحانه وتعالى قبرت نساء أكا إنسان فاحشة انتهان إراد ورقيا وصود لجن اندرتي أكا اتخلوا إن الراد ورقيا وعن مخالطته أسبابه سبب قرتي وان فاحشا خلنا ما جيسوا له إرافقات شتي أجدية رب سبحانه وتعالى اتجاهات الراد ورقيا ودواعيه وانتوتا قرتي وان خنتنا ما خاسن الراد ورقيا رب سبحانه وتعالى إذن ويتقاف ربي وان هم توصل وصول إنجين يدر خراوان سلسجيس الراس الأورجي إذن وان سلتي وجدتو الرافق جرت أورجم ربي سبحانه وتعالى الأورجي خلتي ورابا خطر قرتي وانكم قبض الرا ربي سبحانه وتعالى همين يوان خنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قيام عراجا قرسيس قاف نبي صلى الله عليه وسلم سمي بيزن أرقي وانجنا محمد صلى الله عليه وسلم وصو جبريلي في ملائكة وليانو جي أمة تكرد فنيا أمني بوتان إسان كيسا جرال أكا قرتي بوتا مثل التنور بوتا قرتي إبت تكبسف أكا بدا بوتا أكا قرتي بدا إبت داخل قرتي جل إساء بلا خقبان إساء ركو بوتا أكا نار دفنيا جدوبا أكي كيسا أمة تقول جرى كلها غتان دبرتوتا في ديرا
بودا خنا خيستي أمني خن أول ديماني دي بولسان خيسا أول بهاني أكوان بولسان خيسا أول بهاني تريادني دي يوغاتا كمو خيستي قديفة منيا رواية برارتي جلرا ويت إبتي اتبالبلي إسانتي والإهاتي ضوضو جنبي صلى الله عليه وسلم نقو هنجدوبة إبت إسانتي لهاتي خيسان كبورا إسانتي مخنرا فقلت يا جبريل من هؤلاء مالي أمني كنا أمني بدائي بالدا خيستتا بداني بالدا تنوه تجلي إسيب الله خغبار ركو خبل بلي بالدا أمتا خنتي جلا والقلبر خأمني غندبرتوتا في ديرا خيسانو كلا جرم مالي أمني كنا جيدين قافت يجدوبا فقال لي انطلق ديم نياسين نانجانجي نين ديم برات الرئ أكسمت هلكن سواهد ورقه قسم بود الروان نانجي جدوبا جبريل وان نانجي وأما الرجال والنساء العرات قدوبا إمال سالي بتنبود الرأ وان خراخنت أرقت إني قافتشات وسن همانيف وان نانجان وأما الرجال والنساء دبرتوتا في دير كل جيران خبداء بالداخل ستقرتسن فهم الزنات والزواني دبرتوتا فاحشا فكتو دلقني في ديرا كسيتيا إذن فكنا قرتي دلقاتنا الرا ربي سبحانه وتعالى همين يسي أكا أمة إساء الرادين نوف نبي محمد هل كان سنقرتي تخصصاتا ميزاه هل كان سنقبرا نبي صلى الله عليه وسلم هل كان سنخيست وان ججبتو أكان سدركاو قدا قبدو في وان فكتو أكان كتاني سيكو قداته هدوخ أرقن إرانو في من يجون صلى الله عليه وسلم فكنا دلقاتنا الرا ربي نبي صلى الله عليه وسلم حديثة تبدي حديثة كيست نمني مؤمنا واسديه ملئ أجيفمه انتهو جي تبدي سنرا الثيب الزاني قربا فودي إيغس بودا همتو دلق يوخا دبرتي إيغا هيرم تبودا الراها زنا دليدو خغرتي ردا وانجا إسلام مرة ديبو إسلام مرة غرغلو إسلام مرة غرغلو وان غرتي دليقو قدرة الرامتات سني وجه النبي صلى الله عليه وسلم واسدين خلدبت تكفان نما إيغا ماتي ورتي بودر ديمي سققان ما دلقو ديرتوس ثلاثوس لما فان نما غرتي إسلام مرة ديبيا إذن واني قرتي نبي صلى الله عليه وسلم وان جبدو خنا وجين دبدي سبب مئسي وان أكان نمني الراقو في قجو ملتاتي في وان قردو خنا نبي صلى الله عليه وسلم وجين دبدي إذن فاحشان أمتك خيست يوبا آيات نبي صلى الله عليه وسلم زنان يو أمتك خيست بايت يو أمني إرا ولندورجين يو نسحا ولي يادين يو نمغرتي سققال من ديم خنا أمني إرا هنغرسين أمتك خنا خيست ربي كتاتا في ديا كتاتا سنت أمتك دبرت خيسا جري كتاتا سنرا ركبني أمتك برا خيسا جري سالي تفو مسكين ما نتدفو نقني بركات باشو ربو أجيشان الدماجو وان قرتي ربي أمة براتيني مقريني مقرون جتو الواقرات إذن يو قرتي همتوتا كجلا نقيبه برباد يو قرتي نقيبه برباد ربي خبرتي همتو رانا مدود بخيرتنا ماجد نمني قرتي خيرتنا ما أجج لازم من برر دابتشو قفامك والتي صاحبتيس بك ولين تين يتيس بك ولين دلين بك ولين ديم نتيس
خيري وللداون تركم هم ترى واللورقون تركم لأنه خلام مالي نجيبون انجروري مال سببا قرتي كنتم خير أمة مال نجا ربي يهم تتي ولا ججون انجران يو خواهم قويا جمع قفتان يو قرتي خوانمتهم شيخ قفرخ ايقلو تاتي مال نتهون ديري خيري تنارجا ننجروري إذن خير تنمتكم لمرة الدابت هندثين يبان رب سبحانه وتعالى ويتنجو كنتم خير أمة محمد قوتبان خناف هم ترى والدورقون خير تولججون نمر نمته الخطويتو نموان بيخرى والقرس هم تورقرى والنسيها يامون ديرك منامون درجون يجو فاحشان وللرفو كتو نبي صلى الله عليه وسلم وانجي وللرفو كتو دا لكن وتكون أشد جرما أكان الرجب دو تاتجي قطان إسي وللرجب هذا يروتم جنان إذا كانت بين الجار وزوجة جاري ويتدبين الله لما جد التاتي أكانم ترايا انت لأ الله خيتك نمني قرتي الله خيتك ويتهمتون دلقمت يوخا الله خيتك وهمتون دلقون أرقمتي الرفقتون قطعة خيست الليتة الرجب دودا الله لما جد التفاعشان أرقم سققالوا ما الله ويدلقوا رايا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله عبد الله بن مسعود يروه الدون بربي وانقافك يا إرقم ربي أي الذنب أعظم دليتمت أكان قدو أي الأعمال أفضل دلقاتمت أكان جعل جيقافة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أمر إسارة دوبا قياتك أي الذنب أعظم دلقا همتو تمتو كتاني سيكان جبالا جي النبي ربي قافته وان جيل أن تجعل لله ندا وهو خلقك ربي تكتسئو مجنا شريك قبدي إسجنت ربي برا قبرو دايا يوخا قرقار سنم ربي انتهين لبربادو ثم قلت ثم أيو إيقنا هو مالي تنتى أنتو دلينكو قدون تنتى أنتو تمي جنان أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك إلما خي أكس والجنيان ليجيش أجيسو دايا ربي قرانتي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاك إلما خيسا مسكين ما صدا في الجيسنا أكسيتون إلمو غرتي أكا إلمو هندل سببا إفتن تهينا يجو أكا إلمو هن أرقمني سببا غرتي مسكين ما صداتي سواج نياتو صداتيكم مسكين ما صدادا أكا إلمو هندل إن قرين جيتو ديري لما فاتنا قبل سدفانو ثم أي إيغنا هو تميد يندور قال أن تزني بحليلة جارك انت لو الله خيتي تسققال ما تلقوا دايا قال أن تزني بحليلة جارك رواه البخاري ومسلم انت لو الله خيتي تسققال ما تلقوا دايا الله خيتي تسققال ما يؤرقم نمني قرتي إرفقتون دلقا كسنجر لأنه الله راوني يقو خيري وليفيادو تلتو وليفدلقو تلتو إرتي والقرقار أكما قرتي الله قرتي تلتو وليفيادو صدركا قداقبو الله خبجا قداقبو الله صدركا قداقبو همتو والتي دلقو همتو والتي همتو دلقو دليقو قداقبو فاحشة غيثا سققال ما غيثا تأكا والتي أرقمونا جابدو هنجرت جيدو نبي صلى الله عليه وسلم إذن والله إني أكما ويتركوا دوتوهن قافوا والله ركا والله جنتي والله بيره إنياتنا جن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو فرسل شاكل وصو مرخا اللي هجتي خطي ريتك وزن الرا مرخا هجت اللي تاتي والله تولا يتقولوا را هندوينومين جوجر تولا يتقولوا را أصوانها قسيل لنتاني إذن
قل لا عباد الله ربي سبحانه وتعالى صفة من توتا ويتدبر إلمنا ما جزيه هنده معرض للخطأ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إلمنا ما دغونغورا جزيه هنده دغونغور شيطانا في نفسيان إساء دغونغور سرهنول لأنه أصوغرتي دغونغوري نمرا خارقم تهوباتي ربي أمتا خنا ديمسي خبرا خدغونغوري ربي توبا قابتو فيه خنجتون الرجال نما ويتدغونغوري دغونغور ساسا بيخي الراديبو ويتبلي سبدي ساسا بيخي الراديب مقابت ربي صفه من توتا ويتدبتو والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم والرويت قرتيسا قالوا ما هجت مؤمنتوني يخالب إساني ميدي بدمتاتي وهاتاتو دلقني لبو ساني ميدن ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ربي إساني يادتني دلي دلقن بدي دلقن سنرا ربي إساني لي فما قافتني يا مؤمنتوتي يجون إذن نمني مؤمنا بدين يو إسرا أرقمتي واني سفعيسا نما برار أدقون واني نما مؤمنا قرتي إرى أدقون ذكروا الله ويتقرتي دقون قرد لقن ربي إساني آجتني دي فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أكسما ملي نبي صلى الله عليه وسلم وانجي حديثك نمننا في فكبه نمني قلتي معصية الرا وان قلتي إساتي وان معصية الرا إسافقي أكا إني معصيته اللهان قصر فيتي وهاتات إسافقوا سواب ربي سبحانه وتعالى إساف قد بيسسن يوبيخي سني جج ربي جج وسني الرقم نمني ربي جج وانت كديسي يعوضه الله خيرا منه ربي وانسني رجع تيسان فكبوس وانجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه نمني قرتي الربساتي في سالساتي فجونا في فكبه أضمن له الجنة أني أكا إني جنة سيدنا وفقبا بجنبي صلى الله عليه وسلم ورئي الرافقب ربنا قدو واني قرتي فاحشار أكا نماس أكا تديفم تسيقدو ربي وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادي واني قرتي أكا فاحشة ديان يسيقدو فودون ما تي ورجو شباب نيجو خقرتي فودي جروس يو خقرتي هنداب بالنتاتي ربي مثنى وثلاث ورباع سنجيو بليسو والنمان قرتي هم تتسجيسو هنجرتو ربي انجارتي يو تكابودا قرتي خسبر باجفتو داتي لما سفود سدي سفود هم ما فريتي سنجي وصوان لربي هلال سيف خاين خقرتي وفي بضع أحدكم صدقة مجاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تي جارتي ديسا وجين جيسون متاني سيدو صواب جي النبي صلى الله عليه وسلم سابتا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر تكون كي يفعل مسامه بججة ما تسا ولنجيسيت صواب أرقتا جنان أرأيت إذا وضعها في الحرام كان عليه وزن وصو حرام درجة دين كو جنان إيجين وكذلك أصو فروها هلا يوم جيسيس أكسم الصواب كمان خران حلال خصوابة ترقبتو وصو ربي سيف ساقيجيو واني قرتي وان فقطو جي ربي قرتي تبقى خانا غيسا واني سيجيسو هنجرو جدو إذن خبرا نمني قرتي صلى الله عليه وسلم نبي وانجي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج تكون كيسا يدنده فولو ما تساقوا الججو يدنده هافودو يمو فودو هندندهن فعليه بالصوم
ها صومنوا جنبي صلى الله عليه وسلم صومني وان قرتي نفسياتنا خيست سمي إسي خيستي أجيز سمي شهواتنا إسي خيستي قدور قوانتي ها صومنوا جنبي صلى الله عليه وسلم يوان فلون انتبال وان قرتي فرماتاتي بجيخ النبي صلى الله عليه وسلم لفخاية صومنوا جنبي وفدور قلوب وفي ودور تكتي تنوفا نتسيدا وانت النبي صلى الله عليه وسلم جرت ربا قياك يا ما قادس عرشي رحمن جلت قادس فتغيسا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قربا دردرا هاته خبرات ذاته إن تلتي أكام ما لك قبض تبريدين اللي أكام قبض تقرتي فاميلي بكمتو فاميلي قدو خبجا قبضوتك إسا يامتي همتو دلقو إسا وامتي فقال إني أخاف الله خار ربي صدات جئين تكون جرى تربان قويا قياما قادس عرشي رحمن جلت ربي نساليف قادس إسو نمخل يقرتي ثواب خنا والربي سيف قبيسي والربي ناخرت نوف قبيسي خنا يولا اللي وانا كنا خنا الرأفتي سودات لبوتين يرت الورقاريتو صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم الكفرة والملحدين اللهم انصر أهلنا في غزة اللهم انصر أهلنا في غزة اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن لهم اللهم كن لهم اللهم كن لهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم